في عيد السلام. أهلا بكم في رأس السنة اليزيدية. عيد الأربعاء الأحمر، عيد الطبيعة والتجدد الحياة. نحن نقول لهذا الشهر نوجيان الحياة الجديدة. نعم، فإذا كانت دورة الحياة تتجدد كل عام فشهر نيسان هو بداية العام. تقول الآيات اليزيدية بأنه في مثل هذا اليوم نزل طاووس ملك بأمر من الله إلى الأرض لبعث الروح في الكائنات ومعه بذور الحياة ونسرها، فاخضرت الأرض بحلة مزركشة من كافة الألوان الربيع. دل على قداسة هذا الشهر هو احتفال أخوتنا المسيحيين بعيد أكيتو وعيد الفصح المجيد، واكتملت بعيد الفطر السعيد لأخوتنا المسلمين، ونبارك لجميع أعيادهم وندعو الله العظيم أن نتآلف جميعا ونتكاتف لإنقاذ شعبنا من آتون الحرب المدمرة، وكل عام وأنتم بألف خير. جشن حموه پیریزیبه، جشن چهارشنبه سر نیسان دار بو خدا نه ایمانه. اما اجوارا چند سبقا وی علمی اجوارا بیجن دبی سلطان ازی 1001 ناوه وكي ما إيمان اجعل ما إيمان ما ميري ازدي بعلم خدي تماما خديج مرة دبيجا سلطان ازدي بخا پادشايا 1001 ناف الخادانايا ناف مزن هر خدايا پادشي من 1001 ناف اب دنيا البروي ساعتو قاوة وسلطان ازدي زانا لبحري چند كشكول آوة والبستي چند كبر لناوة لناوة يا سلطان ازدي تهوا کرا بوک آدم کرا زاوا او ازدی ایمان خواهیا بخده و حق سوار مال آدیا وکی علمی خودش مرد بیجا بحر قدرت جیده و زور مرکبه دستی خلق مریده او جی مرکبه سلطان ازیده و خدا نمال بی ملتی ولا رحمه ساغیب سلامتی جوانجیا ببن وانجیانا ساغیب سلامتی جوانجی العامنا شیشتن تترکم بربس خرقرش على زارت المن و ابال من بکن خیر و خیر و هر خدا نا ایمان تاوس ملت یا خدا نا ایمان تام خواندن بر بی خلمته بر ما بقى درگاهی رحمته شكاندن هيك وداغي عم الهبد خير معنى دبا كي بدورة عم درشين ناب زاوية ما وناب عرض ما معنى عرجي بخير وبركات با وشارشما صار إنسان دار بو خدانا إيمانه واللي منتيكي ورا رحمة بإذن خدا.
قافله لچارشم بری کراسه شمرا دانای اب اساسه نابر چارشم خشتو که بگه خلاصه لچارشم خش بوشیان کس بود دشت و چیا و زبی و سوزان همون کرم آقاشه ملی استان رنجیه هرکا چارشم بینجیه بوی خواهد سر کنه همون جیه ایقی تاوسی ملکشه رازیه ها چارشم آسوره نیسان خاملان دور خوره زباقن دایر دوره. صح أنا أمثل المكون المسيحي، لكنني كنت مستشارا لمفتي سوريا، والآن أيضا قبل أن آتي بعدة أيام حملني الشيخ الدكتور محمود عكام رئيس لجان إفتاء سوريا تحياته وتهنئته لكم بهذا العيد. الإمام علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع عندما أراد أن يرسل واليا إلى مصر وكان مالك بن الأشتر قال له: اذهب يا مالك فسترى الناس هناك صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كلنا صناعة واحد أحد. ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. كما في هذه المناسبة نرفع برقية مباركة وتهنئة ونبارك للقائد عبد الله أوجلان، ونتمنى من الله العلي القدير أن يفك أسره وأن يكون بيننا في الوقت القريب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، أيها الرفاق، تشاء قدرة الله العلي القدير في هذا الأسبوع أعياد ثلاث: عيد الفصح، وعيد رأس السنة الأيزيدية، وبعد غد إن شاء الله عيد الفطر. سبحان الله، تجسدت هذه الأعياد الثلاثة تجسيدا حقيقيا، جسدت مفهوم الأمة الديمقراطية تجسيدا فعليا قولا وفعلا. بالأمس القريب احتفلنا مع أخوتنا المسيحيين بمناسبة عيد الفصح، وها نحن اليوم مع إخوتنا الأيزيديين برأس السنة الأيزيدية، وغدا سيحتفل معنا المسيحيون والأيزيديون بعيد الفطر إن كان في العمر بقية. أيها الإخوة، العيد شيء جميل، العيد شيء جميل، ولا تكتمل الفرحة في العيد إلا عندما يكون الإنسان في أرضه، ونحن لن تكتمل فرحتنا في أي عيد كان إلا عندما نعود ونحرر الغالية عفرين. نعود إلى عفرين نحررها من رجس أردوغان ومن زبانية أردوغان، نعود إلى بلادنا، إلى قريتنا، إلى أشجار زيتوننا، كما نتمنى من الله في هذه الأيام المباركة أن يكون القائد عبد الله أوجلان هو أول رجل فينا يصل إلى عفرين، ثم نصل نحن بعده تباعا واحدا تلو الآخر.
دلی